وفجأة طلع عليه واحد دب في صدره وبطنه، خلص عليه في الحال في الشارع. اتقتل بأكتر من 7 طعنات في الصدر والبطن. ده كان مريض يا جماعة وعمل عملية تحول جنسي، أبوها اللي قتلها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي للأسف ما أعرفش هل ممكن نتعاطف مع المجني عليه ولا نتعاطف مع اللي قتلوه. يعني الجريمة دي هل ممكن نتعاطف مع قتله ولا المفترض نتعاطف مع المجني عليه القتيل؟ الواضح والواقع نقول احنا دايما بنتعاطف مع المجني عليه، لأن المجني عليه النهارده اتقتل بأكتر من 7 طعنات في الصدر والبطن، يبقى المفروض نتعاطف معاه، وخاصة هو مش مجرم ولا أرباب سوابق ولا عمل حاجة، ده كان ماشي في الشارع لوحده وفجأة طلع عليه واحد دب في صدره وبطنه، خلص عليه في الحال في الشارع. المفترض نتعاطف معاه هو، وخاصة هنتعاطف مع القاتل ازاي واحنا ما نعرفوش؟ ده الشرطة نفسها ما قبضتش عليه، ورغم كده قطاع كبير جدا متعاطف مع القاتل رغم ما نعرفوش مين، ولا نعرف حتى هو ليه انتظر وقتله بالشكل ده. لكن في ناس كتير قوي متعاطفة مع القاتل ومش متعاطفة مع المجني عليه. ايه اللي حصل؟ الشاب ده، عفوا الشابة دي، او الشاب والشابة في نفس الوقت، سمسم انا هوريكم فيديو ليه وهو بيتكلم، بيحرك ايديه، شعره بيعمل كده، فتح الزرار مبين صدره. والبلوجر ده مشهور جدا، البلوجر سمسم ده على فكرة من دولة العراق الشقيقة، من الديوانية جنوب العراق، مشهور جدا وانا ما كنتش اعرفه، لكن فوجئت لما دخلت على صفحته وشفت الفيديوهات، نسبة مشاهدات رهيب، كتير جدا من العراقيين بيتابعوا الشاب ده سمسم، وزادت متابعته بسبب حركاته الإنثوية، لغاية ما راح عمل عملية تحول من سمسم لسمسمة، ولبس حريمي زي ما انتم شايفين في الصور. ادي صور وهو ولد وفاتح صدره برضه بيتكلم، وادي صورته بعد ما عمل العملية وبقت سمسمة، وبيتعامل كأنثى، وبيطلع برضه يعمل فيديوهات وبيتكلم كأنثى. وكتير من العراقيين بيتابعوه وكتير بيتعاطفوا معاه وبيقولوا ان التحول الجنسي ده مرض. يا جماعة ده مريض. هو كان ولد لكن من جواه أنثى، وكان الولد بيتكلم بطبيعته كبنت مش كولد، لغايه ما قدر يعمل العمليه ويصبح على حقيقته اللي هو بيحبها كبنت. بس احنا كمجتمعات شرقيه واسلاميه، سواء كان مرض ولا مش مرض يعلم به ربنا، لكن حته انه يتحول من ولد لبنت غير مقبوله في مجتمعنا، وبالذات حتى في المجتمع الاسلامي. يعني ايه ولد يتحول لبنت؟ حته الهرمونات الانثويه والكلام ده كله ما بنفهمش فيه، لكن المجتمع ما بيتعاطفش مع ولد يتحول لبنت. وكلنا فاكرين الفيلم المشهور بتاع محمد سعد، فاكرين مس انشراح اللي كانت مدرسة فرنساوي ولا انجليزي اللي راحت تزوره، دي اصلا كان ولد وتحول لبنت، مس انشراح، فاكرين في الفيلم بتاعها. الست دي المجتمع ما قبلهاش، وايه اللي حصل؟ ماتت. المجتمع كان بيلفظها، ما كانش حاببها لانها كانت ولد زي سمسم، المجتمع لفظه ما حبوش، رغم ان كان بيتابعوه كتير. على فكره ده مش اول عمليه قتل في العراق، قبليها كان باسم نوربي برضه ولد كان متحول اتقتل، وبرضه طيبه العلي ابوها اللي قتلها.
المجتمع الشرقي ما بيتعاطفش مع حته اصل الهرمونات الانثويه اكتر من الذكوريه. طب ما نكتر له الهرمونات الذكوريه. اصل الولد شايف نفسه مع البنات اكتر ما شايف نفسه مع الاولاد. يعني ايه شايف نفسه؟ احنا لو سيبنا الموضوع ده كل واحد على مزاجه هنلقى فيه موضه، واحد يتحول شويه انثى وبعد كده يتحول لذكر. اللي حصل ان الشاب او البنت دي سمسمه كانت ماشيه في الشارع، واحد راح موقفه وراح مطلع السكين، دب 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 مات. طبعا بلوجر مشهور زي ده اتهزت العراق كلها ليه، وخاصه ان في ناس متعاطفين معاه، ده كان مريض يا جماعه وعمل عمليه تحول جنسي، فيها ايه يعني دي؟ ففي ناس كانت متعاطفه معاه، في ناس لا قالوا احسن حاجه تسلم ايد اللي عمل فيه كده. المجرم لغايه دلوقتي لم يتم القبض عليه رغم ان الشوارع جايباه وهو بيضرب، لكن الكاميرات جايباه من ظهره. عقبال ما وصلت الشرطه لقت سمسم على الارض ميت. حاولت من خلال الكاميرات تتوصل الى الفاعل، ما لقتش، ما عرفتش توصل له. ولغايه دلوقتي ما زال ملف القضيه سمسم مفتوح لغايه دلوقتي. مين اللي قتل سمسم؟ هنا نتعاطف مع القاتل ولا نتعاطف مع المجني عليه؟ انا لما شفت فيديوهات سمسم وهو فاتح صدره وبيتكلم كده ما عجبنيش. مش راجل بامانه، مش راجل. لما تحول لانثى هو ده مكانك. طب ده من وجهه نظركم، من وجهه نظركم ده يستحق النهايه دي؟ يستحق ان هو يتقتل بالشكل ده في الشارع؟ ولا ممكن يلتمس له العذر؟ ده مريض وكنا لازم نتعاطف معاه. طب ما احنا عندنا ابن الفنان صلاح معرفش مين، ولا ابن الفنان مين، هشام سليم، ما تحول جنسيا، فيها ايه المشكله؟ بس هقول لك ان ابن هشام سليم مش عايش معانا في امريكا ولا في بريطانيا، بيقبلوا الحاجات دي. بيجي صحيح وحضر جنازه والده بس ملفوظ اجتماعيا، محدش متقبله. وناس كتير قوي على فكره عايشين في وسطينا وما نعرفش عنهم حاجه، لكن طول ما نعرفش عنهم حاجه خلاص. لكن اللي بنعرفهم يعني سمسم ده لو كنا شفناه من الاول وهو بنت ما كانش فرق معانا وكنا تقبلناه عادي، لكن هو احنا تقبلناه وهو ولد بحركاته بغمزاته بلمساته بشكله بيعمل كده وفتح صدره، ولد بس متنسون. لما راح يتحول لا، هنا بقى احنا كنا قابلينك في الاول، بعد ما اتحولت احنا مش قابلينك. ممكن يكون حد متعصب اللي عمل كده، ممكن تكون علاقه بينه وبين ما اعرفش هل علاقه جنسيه ولا علاقه ايه ادت ان الولد ده يستناه ويقتله. هو اللي قتله ولد والكاميرا جابها انه ولد راجل يعني اللي قتله، لكن ايه السبب؟ لم يتم القبض على قاتل سمسم او سمسمه لحد دلوقتي. دي من القضايا اللي ما زالت مفتوحه في مديريه الامن في الديوانيه جنوب العراق حتى الان، مدينه الدنيويه او اسم اصل المدينه دي مدينه صعبه، ما اعرفش، انا بخاف واسامي المدن على فكره ممكن ننطقها احنا صح وممكن ننطقها غلط. الديوانيه، المدينه اسمها الديوانيه، دي في جنوب العراق. لكن بغض النظر اعتقد ان الجريمه ما ينفعش نتعاطف ابدا فيها الا في بعض الحالات. واحده بتدافع عن شرفها، زوج بيدافع عن اخته او بنته او امه، بنتعاطف مع القاتل، ما بنتعاطفش مع المجني عليه. لكن في الحاله دي انتوا رايكم ايه؟ نتعاطف مع سمسمه ولا نتعاطف مع القاتل؟ هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.